قطر غفلت مصر والعرب في اجتماع القمة العربية، وطلع وراها خطة سرية ما كانش حد يعرفها. ولحظة عرض السيسي للحماية المصرية لقطر، الأمير تميم رد عليه رد صادم، وأخطر خبر هتعرفه هو إن قطر بتستعد فعليا لفتح مجالها الجوي لإسرائيل علشان تغتال قادة حماس تاني. لكن المرة دي شكل الضربة هتصيب. في الحلقة دي في شوية أخبار هتصدمك حرفيا، ولازم كل العرب يعرفوها، فأرجوك ركز معايا جدا. خلونا كده نبدأ بأول خبر، وهو إيه الغرض من القمة العربية الإسلامية. بص يا سيدي، القمة دي السيسي كان حريص جدا انها تحصل، وده لانه كان عايز يكون في جيش عربي يقف ضد اسرائيل وامريكا، بل ويتحكم في العالم كله. ما تقولش اني بأفور في كلامي، هقولك اخبار كمان شوية هتصدمك، بس اصبر. المهم ان ده كان اقتراح السيسي وقعد 10 سنين بيحاول ينفذه. طب هو ايه مصلحته من الموضوع ده، وليه هو الوحيد اللي مهتم بكده؟ اكيد طبعا مصر وراها مصلحة، ما هو محدش بيعمل حاجة ببلاش اليومين دول. تعال اقولك بكل صراحة وبكل وضوح، مصر عايزة تعمل تحالف عربي علشان تحفظ كرامة العرب وتحميهم، بس مش اكتر. هتقول اني بكذب والسيسي عمل كده علشان ناخد فلوس. هقولك اصبر وكمل معايا للاخر. القمة العربية دي لو كانت حصلت كانت هتقوم على حاجتين: اولا العنصر البشري اللي هو الجيش، وثانيا العنصر المالي اللي هو تمويل الجيش. طيب لو دولة عربية اتضربت زي ما حصل مع قطر وكل الدول العربية كده الفترة دي، مين اللي هيخسر من الناحية العسكرية؟ مصر، لأن الجنود المصريين هم اللي هيشاركوا في الحرب دي، وحرفيا 80% من الجيش العربي هيكون تابع للجيش المصري، وأكيد طبعا هيحصل شهداء من ورا الحروب دي. حتى لو كسبناها فكده مصر خسرانة من الناحية العسكرية. طب ومن الناحية المالية يبقى مين؟ هجاوبك، مصر برضو. هتقولي ازاي؟ هقولك، هل انت شايف ان مصر ما عندهاش فلوس او حتى محتاجة فلوس علشان تصرف على الجيش؟ ده اكتر حاجة مصر بتصرف فلوس فيها هي الجيش. وزي ما حضرتك شايف الجيش المصري الوحيد في الشرق الاوسط بالكامل، واللي اسرائيل لحد اللحظة دي ما تجرأتش ان هي تطلع وتقول انها هتحاربه، ولا حتى انها تجر شكل عسكري مصري واقف على حدود سيناء حتى. تفتكر بقى لو مصر معهاش فلوس تصرف على الجيش كان زمان بقى دحنا؟ لا طبعا. وده يأكد لك ان ايوه مصر عايزة تعمل تحالف عربي بدون مقابل. ما هو معلش مصر مش اسمها ام الدنيا من فراغ. لكن الكارثة الاكبر هي ان الامير تميم او قطر ما عملش القمة العربية علشان يجيب حقه، لا خالص، ده عملها علشان بس انه يبين لامريكا واسرائيل ان بصوا العرب هم كلهم بيشفقوا عليا ازاي وانا صعبان عليهم. ورغم كل ده ما قدرش انه يستغنى عن امريكا. والمرة الجاية بس يا ريت تعرفونا لو اسرائيل يعني ناوية تضرب تاني، بحيث يعني لو ان في ستات ماشيين في الشارع نبعدهم عن المنطقة وكده يعني. طبعا لما السيسي عرض على تميم الحماية المصرية زي ما عمل مع ليبيا قبل كده ضد تركيا، واللي ساعتها تركيا ما تجرأتش ان هي فعليا تلمس ارض ليبيا، وده بعد ما السيسي هددهم وقال هيعمل نفس الكلام مع قطر. لكن الصدمة ان قطر ردت عليه وقالت انهم عايزين حماية امريكية، وكده طبعا قطر بتعترف رسميا ان القادة بتوع حماس هيتم اغتيالهم تاني، وده لانهم مش فارقين معاهم اصلا. وللاسف مصر بتحاول انها تقوي العرب بدون مقابل. ولو جيت تسألني انا كمواطن مصري وتقولي زعلان ان القمة العربية ما حصلتش، هقولك لا بالعكس، احنا ليه ندخل في مشاكل لدول تانية هم مبسوطين انهم محتلين وبيتضربوا اصلا؟ فهمت حاجة يا مصري ويا عربي؟ واخيرا يا رب يحفظ مصر وينصر اخواتنا الفلسطينيين على القوم الظالمين. سلام.